بأمانة يا عم صلاح مشينا وراها لحد البيت، قلت له يا ولدي طب افرض ابوك مرضاش، قال لي لا انا اقنع ابويا مالكش دعوه. يا تجلعش الله يلعن ابوك على ابو شكله. خليني نجي ضمنات وتعالى وخلص. سلام. سلام. حابين نتعرف باسمك؟ عبد الله. طيب يا عبد الله انت هتعمل مقلب، هترن على والدتك او والدك، مين فيهم عصبي اكتر؟ امي. تمام، يبقى هترن على والدتك وهتقول لها ان انا ثواني. كنت انت مثل الاعلى مين؟ مثلك الاعلى مين، باباك ولا مامتك؟ السؤال ده. ايوه يعني. ابويا طبعا. تمام. ما يكفي ممكن ما بيظهرش. اقول تاني باباك. ابويا طبعا. هترن على والدتك وهتقول لها انا كنت ماشي في الشارع وانا هعمل صاحبك، انت هتقول لي دلوقتي على اسم واحد صاحبك هم عارفينه، فانا هعمل صاحبك وهحاول ان انا اتكلم معاك. صلاح. خلاص هتقول لها انا ماشي انا وصلاح ورحنا شفنا بنت ومشينا وراها في الشارع لحد ما عرفنا بيتها، واحنا عايزين نروح نتقدم لها النهارده بالليل. تمام ماشي. ماشي جرب رن كده. افتح المايك بس عشان نسمع. لازم. بس حاول ان انت ما تضحكش عشان ما خلي الموقف عشان ما جد يعرفوش. شويه. ماشي. رايح بيدي وين مسار الوديات وطلت مساري معاك لدرجة مخوفاني وانا معاك بقيت. لا ارن وراها تاني. لو ما ردتش المره دي هيبقى من نصيب ابوك المقلب. يا ابويا. احنا عايزين نشوف الحاج. كده والله. خلاص هو حاج، هو الحاج خلاص. نصيبه، بس يا رب يرد. لحظه خلينا نصل. لا انا عندي احساس ان انت لو رنيت عليه هو هيرد عليك على فكره. والله ما يرد. مش هيرد والله. ليه؟ ان هو في الشغل دلوقتي ومش هيرد. يمكن مش فضيلك، مش طايقك ولا حاجه. بالظبط كده شكله كده. الو. يابا. ايه. بدري من شويه حصل معايا موقف انا في صايره كده. انا وصلاح. فاهمين. صلاح محمد. ايوه. ازيك يا عمي؟ مرحبا عم صلاح، عمي حالك؟ الحمد لله تمام. الله يبارك فيك. عايزينك في موضوع مهم خالص والله، إن شاء موضوع الله. حياه وموت. ليه؟ والله يعني اسمع منه احسن. الو. بدري كان في بنت زي كده اباه، وشفتها يعني عجبنا ببعض كده، ورحت وراحت البيت، عايزين نروحوا بالليل نقدم لها. بامانه يا عم صلاح مشينا وراها لحد البيت، قلت له يا ولدي طب افرض ابوك مرضاش، قال لي لا انا اقنع ابويا مالكش دعوه، وهو عايز يتقدم لها بالليل. مين ده؟ مين هذا التليفون؟ الو. ايوه. ايه يابا. ايه. ايه. طب من الروح يا عم. ايه. من الروح. لك روح روح. يعني نروح انا لوحدي يعني ولا ايه؟ يلا من الروح يا عم. يا عم صلاح. الو. يا عم عاطف. طب احنا نستنوك قدام البيت وتجي لنا بالليل. ابعثوا لي يا عمي. نبعتوا لك اللوكيشن وتجي لنا يعني عشان نتقدموا لها. ابعت عبده. يا عم عاطف. ولدك بامانه ما راضي يتحرك من قدام البيت. يا ابو تتجلعوش صراحه انت وعبده، وانا ما عليني طماطم تصنعوش في الحكاوي. هيقول لي انا كبرت ولازم اتجوز. طب خلاص يا عبد صلاح قول له عمنا يسهل ربنا. طب استنوك لنا. لا ان شاء الله نجيكم بكره. لما افرض نسينا مكان البيت. لا تنسوش ان شاء الله، يكون بركه انتم. يا عم عاطف. احنا في انتظارك تجي لنا بالليل. ما في حال. ايه جاي يابا؟ ان شاء الله جايه. تيجي دلوقتي. لما تيجي دلوقتي طيب احسن. ماشي نجي لك دلوقتي حاضر. نبعت لك المكان فين؟ نبعت لك المكان. الو.
كده انا يعني اعتذر له، فاهم الموضوع. لا استنى يا جماعه، خلاص هو اتعامل معاه لوحده، خلاص اتعامل معاه لوحده. تعالى يا كده. لهوي والله ما هيرد شكله كده هيشتمني والله. بابا الو. الو بقول له هتيجي معايا ولا لا؟ الو يا بودا مقلب ده وفي الشارع وكده عاملين يا عيسى جلاش الله يلعن ابوك على ابو شكله، خلينا نجي ضمنات وتعالى وخلص. سلام. سلام مقلب في سلام 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 ربنا معاك لما تروح.